دي جيسو بنت صغيرة وفقيرة. بعد ما بتخلص المدرسة بتركب مع صاحبتها ومامتها، وبتستغل فرصة إن الظابط وقف مامة صاحبتها عشان كانت بتتكلم في التليفون، وبتقول لها إن بيتها قريب من هنا وبتنزل. بس صاحبتها بتنزل وبتفضل ماشية وراها، وبتروح جيسو السوبر ماركت وبتلاقي أخوها بياكل من الأكل المعروض، فبتاخده وبتروح عند الكراكون اللي عايشين فيه. ولسه بتقول لأخوها كفاية تسول بقى وما تاكلش من أكل السوبر ماركت، بتلاقي في قفاها صاحبتها، فبتقول لها اوعي تفهميني صح، ده احنا زهقنا من الفيلا والبسين، قلنا نجرب حياة المعاناة واسبوع وهنروح بيت جديد. فصاحبتها طبعا بتقول لها ما تحوريش، فجيسو بتفضل تعيط وبتقول لها لو مش عايزة تلعبي معايا تاني مش هزعل منك. فصاحبتها بتقول لها عيب تقولي الكلام ده، انا مش واطية للدرجة. في نفس الوقت كانت مامة جيسو رايحة تعمل انترفيو عشان تشتغل في مطعم مارسيال اللي صاحبته تكون خالة الاكس سو يانج، فبتعمل الانترفيو معاه وبيقول لها مش كان زمانك صاحبة المطعم ده دلوقتي؟ فبتقول له تنيل، مش لما تبقى انت صاحبه الاول. وبتيجي خالته ومعاها الكلب بتاعها اللي عندها اهم من ابن اختها شخصيا، وبتشوف مامة جيسو وبتقول له شكلها مؤدبة. بالليل بتقعد جيسو مع مامتها وبتقول لها انها لازم توفر لهم شقة او يروحوا يقعدوا عند خالتهم، لكن مامتها بتكون رافضة. تاني يوم في المدرسة بتكون جيسو صاحبتها بيتكلموا عن الشقق وسعرها، فبيطلع الواد الغلس اللي اسمه مين سوب وبيقول لهم ان اسعار الشقق اغلى مما هما متخيلين، وبيقعد يتبهب بيته. وفي البريك الميس بتروح لجيسو وبتسألها اذا كانت هتعمل حفلة عيد ميلادها الشهر الجاي في بيتها ولا لا زي باقي الاطفال. فجيسو بتقول لها ما هي كانت ناقصاكي يا ميس. هعمل. بعدها صاحبتها بتسألها هتعملوا فين، فبتقول لها ان اكيد هيجيبوا بيت قبل الشهر الجاي. وبعد المدرسة بيروحوا يسألوا عن اسعار البيوت، وبتلاقي جيسو بيت ب5 مليون وون، فبتقرر ان ده بيت احلامها. وبتروح لمامتها المطعم وبتقول لها الاقيش معاكي 5 مليون وون، فبتديها فلوس وبتقول لها روحي اشتري اكل ليكي وبلاش هطل. فبتمشي جيسو وبتروح محل البيتزا وبتكون مجمعه كوبونات عشان تاخد واحده ببلاش، بس ما بتكونش مكفيه والراجل ما بيرضاش يديها. وبتكتشف كمان ان الراجل بيسرق في حجم البيتزا. بعدها بتروح تدور على كوبونات، فبتلاقي اعلان مكتوب عليه 5 مليون وون، فبتاخده. ولسه هتشوفه بتلاقي حد متشرد جنبها بيتحرك وبيديها كوبون بيتزا، فبتاخده وبتجري. وبتشوف الاعلان بتلاقيه اعلان عن كلب مفقود، واللي هيلاقيه هياخد 5 مليون وون. فبتروح لصاحبتها في التمرين وبتوريها الاعلان، فبيتصلوا بالرقم لكن بيتصدموا انهم لقوا الكلب اصلا. بعدها بتكون مع مامتها وبتكلمها تاني في موضوع البيت، وبتقول لها انت عارفه الشهر الجاي فيه ايه، لكن مامتها بتكون ناسيه عيد ميلادها وبتتضايق جدا بسبب كده. تاني يوم في المدرسه مين سوب بيتريق على جيسو وبيتبهب بيته، فصاحبتها بتقوله ان جيسو عندها بيت احلى من بيته، وان بيته بالنسبه لها زي بيت الكلب بالظبط. وهنا طبعا اغنيه صحاب اصيله بتشتغل في الخلفيه. بعدها جيسو بتقول لصاحبتها انهم لو سرقوا كلب ورجعوه هيقدروا ياخدوا مكافاه، وبيروحوا يخططوا للموضوع. وبيجي جي سيوك عشان يشاركهم، بس صاحبه جيسو بتقول لها اخوكي غبي وهيفضحنا. وبعدها بيروحوا يشوفوا الكلاب اللي هيسرقوهم، فبيجي جي سوك وبيقول لهم اما تسرقوها هتحطوه فين، فبيقفوا يبصوا لبعض كده وبيحسوا انهم هيطلع لهم ديل من الغباء. وبيقول لهم كمان انه هيحتاج اكل كل يوم، فطبعا بيتاكدوا ان محدش حمار غيرهم. فجيسو بتقول له يروح لمامتهم عشان ما يحسوش انهم اغبياء اكتر من كده، فبيسمع الكلام وبيروح. في نفس الوقت بتيجي الخاله وبتقول لسو يانج انها سمعت ان بارك لقى اخر لوحه لابنها يون، فبيعرض عليها تسيب المطعم لبارك وهيبني لها مكانه ناطحه سحاب مثلا او اي حاجه تانية. فبتقول له انت عارف انا بحب الكلب عنك ليه؟ عشان ما بيتكلمش كتير. فبيقول لها طيب شكرا على ثقتك الغاليه دي. بعدها بتركب العربيه عشان تمشي، وبتكون جيسو داخله لمامتها ومعاها صاحبتها، وبتشوفهم الخاله فبتدخل وراهم. في نفس الوقت مامة جيسو كانت بتحمي ابنها في حمام المطعم، وبيدخل عليها سو يانج وبيقول لها ايه اللي بتهببيه ده، فبتقول له ما تبقاش بخيل بقى، ده شويه ميه وصابون، ما تصدعناش وتعمل علينا مدير. فكلمه مدير دي بتقلب عليه المواجع، وبيفضل يشتم في خالته اللي بيلف بيلاقيها في قفاه. فبيفضل يعتذر لها هو ومامة جيسو، بس بتقرر تطردها، بس هي لا تبالي وبتاخد مرتبها وتقرر تدلع نفسها هي وعيالها. وبيروحوا يقعدوا لهم في فندق يومين يستحموا ويروقوا على نفسهم. بعدها بتروح جيسو لصاحبتها بتقول لها انها قررت هيسرقوا انهي كلب، وبيخططوا تاني يوم بعد المدرسه انهم هيسرقوا كلب الخاله. وجيسو بتقول ان الوقت المناسب لسرقته لما يكون عند الدكتور لانه ما بيكونش مربوط، وكده كده سو يانج بيبقى بيهق ويمق مع الممرضات فمش هياخد باله. وكالعاده جي سيوك بيعدل على خططهم، وبتستغرب صاحبتها هو مش غبي زي ما توقعت ازاي. في نفس الوقت بيكون سو يانج عند بارك وبيتكلموا عن المطعم، وبارك بيقوله ان خالته بتخلص وصيتها ولو طلع المطعم من نصيبه يقدر يتصرف فيه. بالليل جيسو بعد ما بتخلص خططها بتروح لمامتها اللي بتقول لها انها لقت بيت ليهم، فبتفرح جدا هي واخوها. بس يا فرحه ما تمت، بيلاقوا مامتها خدتهم لبيت معفن كده ومهجور، ناقص الحنفيه تنزل دم بس ويبقى بيت رعب. فجيسو بتقول في نفسها يا ريتك ما لقيتي حاجه، وبتقول لها انها تروح تنام في العربيه. وتاني يوم جيسو بتقول لصاحبتها انهم هينفذوا خطتهم النهارده، وبيروحوا العياده وبيحطوا للكلب اكل لحد ما بيطلع بره، بس ما بيعرفوش يمسكوه وبيجري منهم وبيطلع بره في الشارع.
الشارع وبيفضلوا يجروا وراه، بس هو بيغفلهم وبيدخل تاني العيادة. وبترجع جيسو لمامتها اللي بتلاقيها جايبة حاجات من السوبر ماركت عشان تزين بيت العفاريت اللي قاعدين فيه ده. فجيسو بتبص لها بلا مبالاة كده وعايزة تقول لها كنت جبت لنا كيسين شيبسي احسن والله. ولما بيروحوا على البيت بيلاقوا صاحبه راملهم حاجتهم بره وقافل الباب، فبيرجعوا للعربية. وتاني يوم بتروح جيسو المدرسة وبتتكلم مع صاحبتها وبيقولوا انهم لازم يسرقوا الكلب وهو في المطعم، وبيطلبوا من جي سيوك يساعدهم عشان هو اللي دخل المطعم ويعرفه كويس. فبيقول لهم ان الوقت اللي بيكون الكلب فيه مش مربوط هو وقت الغدا. بعدها جي سو بتعمل للكلب بيت من الكراتين عند البيت المهجور اللي كانوا هيقعدوا فيه، وبعدها بيروحوا لصاحب محل البيتزا بيبتزوه يا اما ينقل لهم الكلب بعد ما يسرقوه يا اما هيقولوا عليه انه حرامي. فطبعا بيوافق. في نفس الوقت سو يانج بيكون بيكلم بارك اللي بيقوله ان خالته خلصت الوصيه، فبيدخل سو يانج لمكتبها بيشوف الوصيه وبيتصدم لما بيعرف انها كتبت كل املاكها للكلب بتاعها. دقيقه يا جماعه نفهم، يعني الكلب دلوقتي اغنى مني؟ فبيتصل ببارك اللي بيقوله انه لازم يتخلص من الكلب ده ويسرق ختم خالته. تاني يوم بتروح جيسو صاحبتها عند المطعم عشان يسرقوا الكلب وبيقدروا يخلوه يوصل لحد الباب، وبيكون فاضل خطوه والكلب يطلع بره ويمسكوه، بس بيجي سو يانج ويمسكه وبياخده يحطه في شنطه عربيه بارك. وبيدخل سو يانج يجيب ختم خالته وبارك ما يعرفش يروح فين. فجو سو صاحبتها بيستغلوا الفرصه وبيسرقوا الكلب بسرعه، وبتاع البيتزا بيوصله لهم وبيقعدوا ياكلوه. بعدها الخاله بتكتشف ان الكلب وولي مش موجود وبتسال سو يانج اللي بيقول لها طبعا انه ما يعرفش، فبتقوله نفسي مره اطلع منك بفايده. بعدها بيغمى عليها ولما بتفوق بتلاقي سو يانج جنبها، فبتبص على وولي. فسو يانج بيقول لها انهم لسه ما لقاهوش، فبتقوله طب غور من وشي. فبيقول لها بلغ الشرطه طيب. فبتقوله مش انا اللي ادور على اي حد يخرج من حياتي. فبيقول لها والله كبرتي الموضوع يا خالته، ده كلب. فبتقوله طب امشي من هنا يا كلب. فبيطلع وبيكلم بارك اللي بيديله الخازوق المتين وبيقوله ان وولي اختفى. بالليل بتكون جيسو واخوها بياكلوا الكلب وبيروحوا وبتفضل تتخيل المكافاه اللي هتاخدها لما ترجع الكلب والبيت اللي هيشتروه وحفله عيد ميلادها اللي هتعزم فيها كل اصحابها. وتاني يوم بتروح عند الكلب بتلاقي راجل متشرد قاعد بياكله وبيسالها هي رماه كده ليه. فبتقوله ان صاحب البيت اللي هي فيه ما بيسمحش بتربيه الحيوانات. فبيضحك وبيمشي. بعدها بتيجي صاحبتها وبتاخد جيسو وبيروحوا يدوروا في الاعلانات بس ما بيلاقوش حد عبر وولي. فبتروح جيسو للمطعم وبتلاقيه مقفول، بس بتشوف سو يانج وبتقوله انها شافت الكلب وممكن تدور له عليه. فبيقول لها ان خالته ما بقتش عايزاه وبيمشيها، بس خالته بتكون سمعتها وبتطلع تسالها عنه. فبتقول لها انها شافته قدام مدرستها، بس هي بتتقمص وبتقول لها انه مشي من نفسه وكل الناس اصلا بتمشي. فجو بتقول لها يا ست انتي بلاش جو الاتنشن ده واعملي اعلان بمكافاه، ما تضيعيش مجهودي. فالخاله بتقول لسو يانج يسمع كلام جيسو ويعمل اعلان. بعدها بتروح جيسو تطمن على الكلب، فبتلاقي الراجل المتشرد بيعمل لولي بيت. فبتقول له انت طيب قوي يا استاذ عزام، وانا اللي كنت فاكراك بتاكل العيال الصغيره. بعدها بيقول لها انه شاف اعلان لكلب ضايع شبه كلبها، فبتقوله يخلق من الشبه 40. وتاني يوم بتروح لصاحبتها بتقول لها انهم لازم يشيلوا كل الاعلانات بتاعت وولي لان الراجل المتشرد ممكن يكشفهم. فبيروحوا لبتاع البيتزا عشان يساعدهم وبيروح يلم كل الاعلانات لكن بيدقق فيه وبيطمع. وبالليل بيكون في ناس واقفه مع سو يانج بيسالوا عن بارك لانه نصب عليهم مسافر، وبيقولوا له كمان انه باع المطعم. وبتسمعهم الخاله وبتصدم من اللي سمعته. وبتروح تاني يوم جيسو للمطعم وبتلاقيه كل بوليس ومحجوز عليه. فبتدخل للخاله وبتقول لها هو في ايه؟ فالخاله بتقول لها مفيش حاجه. فبتقول لها مش عيب لما تبقي ست كبيره كده وكدابه؟ قولي انك هتطردي ما تتكسفيش. انا عارفه معنى الشرايط الحمراء، معناها انهم هيرمولك حاجتك في الشارع وانتي كمان، بس انتي ما ينفعش تعيشي في عربيه زي وتبقي مشرده. فالخاله بتسالها عن اسمها وبتقول لها انه اسم جميل، وبتاخدها توريها لوحه وبتقول لها ان اللي رسم اللوحه فنان مات وهو لسه شاب عشان كده لوحاته مش كتار وهي بتجمعهم. فبتشوف جيسو الاسم الممضي على اللوحه وبتفتكر انها شافته على سلسله الكلب، فبتعرف انه ابنها. والخاله بتقول لها انه كان نفسه يكون رسام بس هي رفضت، فساب البيت وقال لها انه بيكرهها وما اتصلش بيها لحد ما مات. ولما راحت تاخد جثمانه كان في كلب معاه، فبتفهم جيسو ان الكلب كان وولي، فبتخبي الاعلان اللي معاها وبتمشي. وبالليل بتتخانق مع مامتها وبتقول لها ان لو كانت هي اللي سابتهم وباباهم فضل معاهم ما كانتش الامور هتسوق كده. وبتنزل هي وجي سيوك وبتروح للكلب وبتقعد ترغي مع المتشرد اللي بيقول لها انه عنده بنت بس ما كانش طيب معاها عشان كده مش عايش معاها، وبيكتفي انه يبص عليها من بعيد كل فتره. فبتقول يا ترى بابا بيعمل معايا كده هو كمان؟ فبيقول لها ان الابات كلهم متشابهين. بعدها بترجع جيسو للعربيه وما بتلاقيش مامتها وبتفتكر ان هي كمان سابتهم، وبتشوف رساله باباها كان كاتبها لمامتها في علبه الجزمه بيقول لها انه هيرجع بعد اسبوع بعد ما يظبط الدنيا لانه اب وزوج وحش. فبتتفهم ان مامتها مش السبب، واول ما بتيجي بتحضنها بتتاسف لها وهي بتعيط. في نفس الوقت حد بيتصل بوولي وبيقوله ان الكلب معاه وبيكون بتاع البيتزا. تاني يوم جيسو بتقرر ترجع الكلب من غير مكافاه وبتقول لصاحبتها
لها هتفضلي صاحبتي حتى وانا ما عنديش بيت؟ فبتقول لها طبعا. وهنا اغنيه صحاب اصيله بارت 2 بتشتغل في الخلفيه. بعدها بيروحوا ما بيلاقوش وولي وبيفتكروا ان المتشرد هو اللي خده، بس بعدها بيكتشفوا انه بتاع البيتزا وبيشوف سو يانج وهو بياخد الكلب منه، فبيفتكروه هيرجعوا للبيت بس بيلاقوه رايح في اتجاه تاني، فبيمشوا وراه بموتوسيكل المتشرد وبيشوفهم ظابط وبيجري وراهم، بس جيسو بترميه بورق الاعلانات بتاع وولي. في نفس الوقت بيقف سو يانج عند مكان ولسه بيفتح باب العربيه، وولي بيطلع يجري وبيروح على البيت بتاعه اللي المتشرد عملهوله، فبيروح له سو يانج وبيكون هيديله حقنه عشان يموته، لكن جيسو اخوها بيلحقوه والحقنه بتدخل في ايده هو، فبيتخدر وبيبقى عامل زي المسطول. وبيجي الظابط فبيقولوا له انه خاطف الكلب بتاعهم، فالظابط بيقبض عليه وبيجي المتشرد يوصل جيسو عند الخاله وبتدخل عشان تديهولها، بس بتلاقي سو يانج في وشها وبيبقى عايز ياخد الكلب بالعافيه، بس الخاله بتطلع وبتعرف انه كان عايز يموت وولي وبتطرده، وبتفرح جدا ان وولي رجع لها وبتحكي لها جيسو عن اللي عملته وقصه حياتها من اول ما باباها سابهم واتطردوا من بيتهم، وبتتاسف لها. فالخاله بتسامحها وبتقول لها تيجي كل يوم تلعب مع وولي لانه حبها وهتديها ايس كريم كمان، فبتتبسط وبترجع بعدها للعربيه وبتلاقي مامتها عامله لها مفاجاه عيد ميلادها وبتقول لها انها عمرها ما تنسى عيد ميلادها، فبتحضنها. وبعدها بيلاقوا العربيه اشتغلت، فبتعرف جيسو ان الراجل المتشرد صلحها لهم. وتاني يوم بيكون مامتها فتحت مشروع البيتزا بتاعها، ومرت الايام وبارك اتقبض عليه والخيره رجعت لها فلوسها واشترت اخر لوحه ابنها رسمها اللي كانت بعنوان اكتر ست بحبها، واللي اتفاجئت انها رسمه ليها. وبقت جيسو بتلعب مع وولي هي واخوها، وخلت الخاله تعمل اعلان عن باباها، وعاشت جيسو مبسوطه على الرغم انها لسه ما عندهاش بيت. وبيخلص الفيلم على كده.